ربة القمر عند قدماء المصريين، أم الطبيعة وأصل الزمن. إيزيس. اقترن اسم إيزيس دوما باسم زوجها أوزوريس، وسمعنا اسمها تكرارا في قصص حبها ووفائها لزوجها وإحيائه من الموت. أهلا بكم وحلقة جديدة على قناتنا Arabic Geographic. فتعالوا معنا لنستمتع بقصة اليوم عن الملكة إيزيس. يقال أن إيزيس تنتمي إلى عائلة من 9 آلهة، تنحدر جميعها من الإله الخالق آتوم أو رع، تسمى التاسوع المقدس. ومن آخر أجياله هم إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس، مولودين من جب إله الأرض ونوت إلهة السماء. وقد قام الإله الخالق حاكم العالم الأصلي بتمرير سلطاته إلى الأجيال الذكور من التاسوع، حتى أصبح أوزوريس ملكا، وزوجته هي أخته إيزيس. كان ست أخو أوزوريس إله الشر، وكان يكره ويحقد على أخوه أوزوريس، فقام بقتله، ويقال أنه قام بتقطيع جثته والسيطرة على الحكم. وهنا بدأت قصة بحث أخته وزوجته إيزيس عن جثة أوزوريس بمساعدة أختها نفتيس وإله آخر يسمى أنوبيس. كانت إيزيس صورة للأرملة المكلومة على وفاة زوجها، وساعد حبها وحزنها على إعادة أوزوريس من الموت إلى الحياة، وذلك بترتيل إيزيس بعض التعويذات السحرية، والتي عبرت فيها عن حزنها على موت زوجها أوزوريس وغضبها من تركها له وافتقادها للحياة الزوجية معه. وقد لعبت هذه المشاعر دورا في بعث أوزوريس، حيث عادت روحه لإيزيس وتمكنت من الحمل في ابنها حورس. من هذه اللحظة عاش أوزوريس في العالم السفلي، لكن مع وجود ابن له ووريث ينتقم لموته ويرتل الشعائر الجنائزية لأبيه. لقد تم تأليف العديد من القصص والروايات تتحدث عن كيفية هروب واختباء إيزيس في الدلتا في مدينة خيمينيس، حيث وضعت ابنها حورس بعيدا عن يد عمه وقاتل أبيه ست. وقد أقام المصريون العديد من التماثيل والصور التي تجمع بين إيزيس وابنها حورس. رغم كثرة المخاطر التي واجهت إيزيس في رعاية وتربية ابنها حورس في أحراش الدلتا بعد ولادته، إلا أنها نجحت في الحفاظ عليه وتربيته، وهو ما عكس أهمية دور إيزيس كإلهة أم لطفلها حورس. واستمرت في رعايته حتى كبر وقويت شوكته بشكل كاف لكي ينتقم لأبيه ويحصل على حقوقه في إرثه والعرش المفقود لأبيه. واستمرت إيزيس في مساعدة ابنها عندما تحدى ست لاستعادة عرش أبيه. ارتبطت إيزيس في العديد من أدوار السحر، مثل إحياء أوزوريس والحمل بحورس، كما ارتبط سحرها بمساعدة الموتى في العالم الآخر والمساعدة في الحماية والشفاء. لقد بجل المصريون القدماء إيزيس واعتبروها الربة الحامية في جميع أنحاء مصر القديمة، والتي عبدوها عبادة قائمة على الحب والإخلاص، فصوروا لها صورا من الجواهر التي تتجلى في هيئة امرأة يعتلي رأسها عرشا ذا درجتين، وهو يجسد اسم المعبودة نفسه، كما صورت على شكل أنثى يعلو رأسها قرص الشمس وقرن البقرة. وكان كهنتها ينشدون لها الأناشيد ويسبحون بحمدها وشكرها ليل نهار. تعددت الروايات والقصص عن إيزيس، وتمثلت في العديد من الآلهة، مثل الإلهة الأم والإلهة الملكية وحامية المملكة وإلهة السحر والحكمة وإلهة السماء.
والإلهة الكونية. واحتفل المصريون في جميع أنحاء مصر بعيد ميلادها، وكان الكهنة يقومون بشعائر جنائزية لها. انتشر دين وعبادة إيزيس من مصر إلى بلاد اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد، ثم انتشر إلى صقلية في القرن الثالث، وإلى إيطاليا في القرن الثاني، ثم انتشر بعدئذ في جميع أجزاء الإمبراطورية. وجد معبد لها في مدينة بيبلس في بلاد الشام، كما عثر على معابد في أوروبا الرومانية وفي ألمانيا وفي لندن. استمرت عبادة إيزيس حتى القرن الرابع والخامس الميلادي، حيث أصبحت المسيحية هي الديانة السائدة في الإمبراطورية الرومانية ومنها مصر. واختفت معابد الآلهة المصرية بالتدريج بسبب مزيج من انعدام النفقات وبين عداوة المسيحيين. ارتبط اسم إيزيس في الكثير من القصص والروايات المصرية الفرعونية القديمة، والتي تم تمثيلها في عصرنا الحالي، مثل سلسلة الرسوم الكرتونية إيزيس، كما يظهر اسمها وصورتها في بعض الإعلانات والصور. ربما لا يسعنا الوقت للحديث عن هذه الأسطورة الفرعونية القديمة، التي كان لها العديد من القصص التي تحاكي الخيال، لكن من المؤكد أنها كانت موجودة في عصر الفراعنة قديما. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا واستفدتم من طرحنا لهذا اليوم. نأمل منكم تشجيعنا بالاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم. دمتم بخير. تحياتي لكم. Arabic Geographic، طريقك إلى المعرفة.